السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل عيش بصدق وان شاء الله الطريقه تعجبكم. هنا دي معانا نص كيلو، حطيت نص كيلو بس. هقول لكم بقى في الفيديو ليه عملت نص كيلو، كميه صغيره. حطيت نص كيلو من الدقيق، حطيت ربع معلقه من الملح وربع معلقه من السكر ومعلقه من اللبن بودر وباكو خميره بيطلع معلقه كبيره، وهنحط حوالي 3 معالق زيت كبار، ونعجنها بميه دافيه. الميه تبقى دافيه خالص، ما تحطيش الميه سخنه علشان ما تفقدش مفعول الخميره والعجينه تطلع كويسه معاكي. انا كلامي البنت لسه بتتعلم. نقلب بقى كده العجينه كويس ونخلي ملمسها طري. لما بتعجني اي معجنات وتخلي ملمسها طري دي بتفرق في الطعم كتير، عكس ما تعجني عجينه تبقى ناشفه معاكي، دي هتتعبك في الفرد والطعم مش بتبقى كويسه. لازم ملمس العجينه يكون طري، حتى لو الاشياء بتلزق في ايدك عادي لما تخمر هتبقى كويسه. ما شاء الله، والله العظيم كان طعم العيش كان طعمه تحفه. اليوم ده انا كنت تعبانه، وانا دايما بعمل عيش بلحم بره وعيش بالزق بره، فقلت بدل ايه ما اعمل بره، عشان قبلها جبت عيش لقيته كله تراب. فقلت لا، انا مش مشكله، هتعب شويه في الخبز وكده، مفهوش تعب ولا حاجه، بس انتي لما بتبقي تعبانه ما بتقدريش تقفي في المطبخ يعني تعملي حاجه. فقلت ايه، ان شاء الله ربنا هيقويني واعمله افضل كتير من نجيبه من بره. والله العظيم جبته، مش بقول كده عشان الفيديو يعني واحلي العيش بتاعي عن بره، والله ابدا. وانا بحلف لكم عشان تصدقوا، بس انتوا يعني خدوا عني فكره. اي حاجه بقولها في القناه بكون صادقه فيها، وربنا الاعلى. عشان لما اقولكوا اي حاجه بدون حلفان يعني تصدقوني. والله جبته يعني كذا مره، جبت من الفرن وفرن كويس يعني. بلاقيه كله تراب. فعملت بقى العجينه ما شاء الله، والله العظيم كانت تحفه. عملت نص كيلو بس عشان التلاجة بايظه، هنيجي برضو ايه في موضوع التلاجة شويه كده وهحكيلكوا عليها. دلوقتي معايا نص كيلو من الصدوق، قطعت بصلتين كبار وقطعت فلفل اصفر الوان وفلفل حامي وطماطم. كان ناقصه بس البقدونس، بعت بنتي جابت صدق وجابت بقدونس وجابت نعناع، والله العظيم كيس البقدونس والنعناع اترمى. هي قالت له عايزه نقلي بقدونس كويس ونعناع، فخدت من الراجل ما شافتوش ومشيت على طول. والله العظيم الحاجه بايظه يعني، حتى مش اصفر او دبلان. فتحت الكيس كده لقيته كله بايظ، والله اترمى. فالخلطه دي كلها كده ما شاء الله كان طعمها تحفه، بس كان ناقصها البقدونس. البقدونس برضو بيدي نكهه وطعم حلو قوي. هنا بقى قطعت الخضار، قطعت الطماطم والفلفل مع البصل، حطيت شويه فلفل اسود صغيرين وشويه ملح عشان الخضار ما يعدبش الصدق، يبقى كل الحاجه ايه طعمها مظبوط وطعمها كويس. هنا برضو الصدق كان لسه جاي من عند الجزار. المفروض بحب احطه في الفريزر يجمد عشان وانا بقطعه كده ما يتهريش، بس انا زي ما قلت لكم التلاجة بايظه. فبقالها دلوقتي اسبوع بايظه فمطلعه عيني. هنا بقى الاول قطعت نص كيلو صدق، هقلب الخضره كده كويس بشويه الملح والفلفل الاسمر. هقلب بقى كده، هقلبها بقى بالصدق. كانت العجينه خلاص خمرت، هتشوفوا دلوقتي بقى ما شاء الله. احلى عيش بصدق هتاكليه. العجينه كانت تحفه، العيش كان طعمه حلو قوي، عجب البنات وما شاء الله. قالوا يا ماما ما تعملوش بره تاني. انا قبل كده عملته برضو في البيت، بس دايما بستسهل يعني وبعمله بره، بس لما لقيت بقى العيش كده كله تراب ومش حلو، لا فرق كبير كبير البيت عن بره. هنا العجينه كانت خمرت خلاص، جبت الصينيه دهنتها كده رشه زيت. ممكن تحطي دقيق وممكن تحطي زيت. هقطع كده العجينه على الصينيه مطحونه زيت او مطحونه دقيق عادي. بعد كده هفرد رغيف معاكم بالزيت، وبعد كده هكمل بالدقيق. البنات لسه بتتعلم، افرزي على الدقيق افضل لك علشان بيخليكي متمكنه في العجينه اكتر من الزيت. هقطع بقى كده ايه كور العيش زي ما انت حابه الرغيف كبير هتقطعي كرة العجينه كبيره، حباه صغير هتصغري العجينه. ده في ايديكي وده في ايديكي. النهارده حبيت اعمل عيش بصدق علشان اكله سهله، ودلوقتي بعمل اي اكل والله يعني بتعب فيه. يوم ما عملت محشي وبط قبل الصدق ده بيومين، عملت محشي وعملت بط، ويوميها رحت السوق وجيت وعملت الاكل وتعبت فيه، واكلنا حاجات بسيطه منه وحطيته في التلاجة، صباح كله حامض والله العظيم. دلوقتي بقى لها اسبوع بايظه. اتصلت بالراجل، قعد يومين لحد ما جه، انا مش فاضيه انا عندي شغل. المهم جه بعد يومين، بعد ما باظت بيومين شافها قال لي بصي شغليها، وكانت بتكهرب كمان يعني، كانت مكهرباني مرتين قبل ما يجي. فكانت تعبانه، غير بقى الاصوات بتاعت بالليل خبط بقى واصوات فظيعه مش بنعرف ننام منها. والجديد اللي هي كانت بتكهرب. كشف عليها وكده وقال لي بصي شغليها، لو الفريزر عمل تلج حطي ازازه ميه، لو تلجت يبقى عايزه تايمر، ما تلجتش هنعوز نغير الموتور.
حطيت الازازه تلجت، عماله اتصل بيه يقول لي انا مش فاضي بكره جاي، وبقالها اسبوع بايظه لسه لحد دلوقتي ما اشتغلتش. هوريها لكم في اخر الفيديو. هي نوعها زانوسي من ساعه ما جبتها وهي مطلعه عيني، فمش عارفه اللي جايبها برضو عنده كده يعني، انت ولا حد جايبها تقولي هي فعلا وحشه ولا العيب، مش عارفه العيب في ايه بقى بالظبط. بس من ساعه ما جت وهي جديده مطلعه عيني، كل شهر كان الراجل يجي يشوفها، وساعات كان يجي يشغلها يقول لي ما هي شغاله بعد ما تبوظ لي الاكل وتورمي الاكل، يجي يشوفها يقول لي لا هي شغاله ما فيهاش حاجه، وفعلا كانت بتشتغل. فسبحان الله مش عارفه في ايه. فالتلاجة اساس يعني دي اساس البيت يعني، الاكل وكده تعرفي تعملي اكل تسقعي حاجات. فبقالنا كاسبوع مش عارفين ناكل بقى اكله كويسه، وخصوصا قبل ما تبوظ بقى بيومين كانت مش بتعمل ستيم كويس وانا مش مركزه. رحت بقى السوق زي ما قلتلكوا وجبت بط وجبت محشي، والله العظيم تعبت في الاكل، صباح كله حامض. فقلت بقى اعمل عيش بصدقة اكله خفيفه والجو حر، اي حاجه بتبات بره بتبوظ. حتى كان عندي جبن وكده ساحت وبوظت، رميت كل حاجه. ودايما معكنين عليا بقى، انا بحب اعمل عجينه فلافل، ادمس فول، اشيل فراوله اشيل مانجا، ويوم ما اجيب لحوم وفراخ خلاص بقى وتبقى متظبطه، تاني يوم تروح بايظه. فسبحان الله مش عارفه في ايه. بصوا بقى العيش بلحمه، عملت اول رغيف بالزيت زي ما قلتلكم. بقيت بقى الكميه عملتها بالدقيق، ما شاء الله كانت العجينه حلوه قوي قوي. هقول لكم برده ملحوظه، العجينه بتبقى طعمها حلو قوي بيختلف، بتختلف طعمها لما بتحط لها لبن بودر. لبن البودر بيخلي المعجنات ما شاء الله طعمها بيبصي بينفشها، بيديها طعم حلو قوي. زي البيتزا، على طول بعمل بيتزا بتبقى نافشه وطعمها ما شاء الله جميل. عملت مرتين اعملها، ما كانش عندي لبن بودر فقلت عندي لبن حليب عادي مش مشكله، لا مش بتطلع نفس النتيجه، العجينه ما بتنفش معايا والطعم مش زي اللبن بودر. فلبن البودر في المعجنات حلو قوي. هنا بقى عامله رغيف كده مدور، بططته كده بالطريقه دي. هحشيه برضو اللحمه، وتحشيه بقى كده حشو كويس عشان اللحمه او الصدوق لما بتيجي تستوي بتخس، الكميه بتاعتها بتخس. فنحشي كده الرغيف كويس. ولو لسه مجربتيش بقى العجينه في البيت جربيها، هتبطلي تعملي بره. ما شاء الله من الاكلات الجميله وتغيير في الاكل، خصوصا بقى انتي تعملي حاجه بايديكي ويبقى ليها طعم تاني. ربنا بقى يهدي الراجل بقى ويجي يعملها، عشان والله لازم معكنناني مش عارفه اعمل اي حاجه فيها. هنا بقى حطينا كده، حابه بقى تعمليه مدور كده تعمليه، حابه تعمليه انصص زي ما عملت قدامكم. وفي ايدك بقى تكبري السندوتش بقول لكم، في ايدك تكبري حجم العيش زي ما انت عايزه، يعني تكبري العجينه وتصغريها. هخلصهم بقى كده وهدهن بقى الوش زيت، وهحط له سمسم حبه البركه. ما شاء الله كان طعمه جميل. حبيت بقى اعمل نص بس كيلو دقيق، علشان الاكل بيبات بره بيبوظ، قلت دي اكلت كده اليوم ما يباتش منها حاجه. هنا عملت 4 ترغيفه والحجم بتاعهم ما شاء الله كبير. هدهن بقى الوش زيت كده، وهحط سمسم وحبه البركه. هيتبقى بقى حبه صدق كده، العجينه ما قضتش فهسويهم في طاسه، عشان هسيبها نيه هحطها فين، ما فيش تلاجة، فهحطهم في طاسه كده اسويهم. يا رب بقى الفيديو يعجبكم، واللي مشتركش في القناه يشترك عشان تكبر وتنجح بيكم. بشكر كل المشتركين، ربنا يا رب يكرمكم ويكرمنا. هنا بقى عايزه بقى تحطي سمسم بس حطي، عايزه تحطي حبه البركه بس، انا بحط الاتنين ما شاء الله، بتخلي يعني بيخلي طعمه حلو. السمسم مفيد وفيه كالسيوم، وحبه البركه برضو ما شاء الله جميله مفيده. دول بقى اللي اتبقوا هسويهم. عكننتني والله، كنت شايله فيها حاجات كتير باظت وفراوله. عارفين لو هي تديني انذار قبلها وانا ابقى مركزه ادي الحاجه دي لحد والله ما هزعل، لكن حاجه تبوظ وتترمى بزعل عليها. هنا بقى العيش كان خلاص اتخبز ما شاء الله، كلون وطعم ما شاء الله وريحه. هنا بقى بقطع الرغيف كده قدامكم، بصوا ما شاء الله الحشو جميل فيه، وبصوا العجينه ما شاء الله جميله. هنا بقى بوريكم التلاجة.
مش لو حد عنده النوع ده يقولي يعني عندك بايظه كده بتبوظ على طول ولا كويسه، عشان اعرف العيب فين، عشان والله من ساعه ما جبتها ما بيعديش شهر وبتبوظ، وعلى طول مهتميه بيها كمان ومنضفاها ومفيش فايده، عماله والله يعني انتي مطلعه عيني. وبالليل بقى، بالليل مش بتنيمنا بالصوت، يعني بتقعد تعمل تتكتك كده وتخبط. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم ويعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.